انهيار وصدمة عمرو أديب بعد فوز الأهلي على سموحة بهدفين. يتصدر بعدها الأهلي لجدول الدوري ويصفع إمام عاشور. عمرو أديب قال الأهلي بيلعب كويس، بيلعب وحش، دايما كسبان ودايما الحظ معاه. شفنا كورتين في القايم، كان ممكن الأهلي يخرج بتعادل النهاردة، لكن هنقول ايه؟ دايما الأهلي حظه بومب، دايما بيعرف ازاي يفوز حتى لو ما كانش في الفورمة. وكمان الأهلي النهاردة خد 3 نقط وللأسف تصدر الجدول. وانا عارف الأهلي لما بيركب الدوري ما بيعرفش ينزل تاني. والله انا مش عارف هاعمل ايه. وكمان احتفال امام عاشور، ليه يا امام بتعمل كده؟ هو لولا الزمالك عليك كنت اتعرفت وكنت رحت الاهلي؟ ما اكيد شهرتك كلها بدأت لما كنت في الزمالك. انت نسيت نفسك كنت بتقول ايه على الاهلاوية وعلى رموز الاهلي؟ ولا انت دايما مش عندك مبادئ؟ بس هنقول ايه وهنشوف مبادئ الاهلي هتحكم ازاي لما تطبق عليه عقوبة؟ ولا انتوا المبادئ دلوقتي بقت معدومة؟